غزارة وانحطاط لدرجة لا تتصور. يعني أي موضوع نحن الآن لابد إنه نستثمر فيه، يعني أي موضوع نستغله من ناحية قبلية ومن ناحية إرقية ومن ناحية ذاك. يا أخواننا شعوركم البدونية ده عليكم والله ما تقتلون به. كويس، أنا بتكلم بخاطب أبناء مكوني، يا أبناء غرب السودان عموما، لأنه أول حاجة الزول ده من غرب السودان. ليه انتوا شعوركم بالنقص ده بيطلع 200؟ ها، خدمتكم للقحاطة دي بتتخلوا عنها 200، خدمتكم للجنجويت بتتخلوا عنه 200. يا اخواننا اللمة قضية جلابة وما أدراك ما جلابة في قضية أخونا ميسرة مع زوجته شنو. لكن أنا بقول أخونا ميسرة غلطان، مع إنه موضوع البدي هو أنا ذاتي ما كنت داير أتكلم فيه، لأنه يا اخواننا ده واقع معاش وكثير من البنات كده. لو أي زول اتظلم من بيت ولا عنده خلاف مع زوجته بيجيبوه الميديا، معناها ألف سلام وتحية للبيوت، خلاص معناها بيوتنا اتدمرت. انت اول حاجة البنت دي لقيتها وين؟ لقيتها في مؤسسة تربوية؟ لا. زميلتك كانت معاك في مثلا مؤسسة خدمة مدنية؟ لا. البنت دي لقيتها وين؟ لقيتها في الميديا. يا اخوي ده وضع الميديا، مش اخترت من الميديا خلاص ده اختيارك، لكن ما تجي يا اخي انت وقت لما اخترت اول حاجة ما كان ان احنا عارفين، ولا المكون الغرب بتاع غرب السودان ده كله عارف. الان جاي تتظلم لنا بقضية زي دي عشان الناس تخوض وتجول وتصول، وفي النهاية يجوا يقولوا ما عارف دي الجلابة ودي الغرابة. تبا لكم انتوا الجلابة والغرابة. مالكم يا اخواننا خلوا اول حاجة على عقد بتاعت النقص الداخلنا دي تطلع، العقد النفسية دي خليها تطلع. لكن يا ميسرة لو انت كان ان شاء الله اخترت من بنات بريطانيا، انا بقول لك والله بكل صدق ما كان بتلقى انت لقيته ده ابدا. واي اخ في دول المهجر انا بقول لك دي رسالة من القلب، انا بقول لك اوعك تدقس تتزوج من السودان وتجيب البيت دول المهجر، اما تتزوج